لقد كنا نرفض الاجتماع بكم في أي مكان. نعم، لقد كنا نصفكم بإسرائيل المزعومة. نعم، لقد كانت تجمعنا المؤتمرات أو المنظمات الدولية، وكان ممثلون ولا يزالون لا يتبادلون التحية والسلام. نعم، حدث هذا ولا يزال يحدث. لقد كنا نشترط لأي مباحثات وسيطا يلتقي بكل طرف على انفراد. نعم، هكذا تمت مباحثات فض الاشتباك الأول، وهكذا تمت أيضا مباحثات فض الاشتباك الثاني، كما أن ممثلين التقوا في مؤتمر جنيف الأول دون تبادل كلمة مباشرة. نعم، هذا حدث. فإنني أقول لكم إن عليكم أن تتخلوا نهائيا عن أحلام الغزو، وأن تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب. إن عليكم أن تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا وبينكم، فلن يجديكم التوسع شيئا. ولكي نتكلم بوضوح، فإن أرضنا لا تقبل المساومة وليست عرضة للجد. إن التراب الوطني والقومي يعتبر لدينا في منزلة الوادي المقدس طوى الذي كلم فيه الله موسى عليه السلام، ولا يملك أي منا ولا يقبل أن يتنازل عن شبر واحد منه، أو أن يقبل مبدأ الجدل والمساومة عليه. هناك أرض عربية احتلتها ولا تزال تحتلها إسرائيل بالقوة المسلحة، ونحن نصر على تحقيق الانسحاب الكامل منها بما فيها القدس العربية. إن الانسحاب الكامل من الأرض العربية المحتلة بعد 67 أمر بديهي لا نقبل فيه الجدل، ولا رجاء فيه لأحد أو من أحد، إذ لا معنى لأي حديث عن السلام الدائم العام، ولا معنى لأي خطوة لضمان حياتنا معا في هذه المنطقة من العالم في أمن وأمان، وأنتم تحتلون أرضا عربية بالقوة المسلحة. فليس هناك أبدا سلام يستقيم أو يبنى مع احتلال